مساكم الله بالخير يا الربع كلن باسمه، شلونكم؟ عساكم طيبين. اليوم سالفتنا للشيخ والفارس دليم بن براك الرشيد. طبعا هو دليم بن جاسم بن براك، شيخ مشايخ بني رشيد العبسية، القبيلة العريقة اللي في نجد. طبعا ولد الشيخ والفارس دليم بن براك سنة 1281 هجرية في الحرة، وترعرع الشيخ دليم بن براك الرشيدي على يد أبوه الفارس جاسم بن براك، وله من العيال 5: علوش وعبد الله وناصر ومطني وعبد المحسن، هذيل عياله كلهم. وذا صيت أنت الشيخ دليم من أول شبابه، يمكن من بداية 20 سنة ذيع بالفروسية. رميته ما تطيح القاع، ما تضرب إلا بلحم، وضربته بالسيف تقص العظم نصين. الوكاد في تاجر من أهل حايل، من منطقة حايل، يتجر دايم، يروح للشام ويرجع للمدينة من التاجر أخذ فليساته واخذ قشاط ناقته وركب ذلوله واتجه يبي ديار بن براك. وفعلا وصل ضيف عند الشيخ دليم ابن براك وقعد عنده وعلمه انه رجال تاجر من اهل حاي. قال له: دام انك ضيف دليم ابن براك ما عليك خلاف، لين تروح وترجع لديارك سالم. ورحل انت التاجر اللي من اهل حايل من ديرة ابن براك متجه للشام. تعرضوه 3 من قبيلة ثانية، اقطعوا عليه الطريق وذبحوه واخذوا فلوسه واخذوا ناقته واللي عليها وراحوا. ووصل الخبر ان فلان وفلان وفلان هم اللي ذبحوا ضيفك يا دليم بن براك. وزعل الشيخ دليم بن براك. 3 هذيلا اللي ذبحوا الضيف ما يروحون المكان الا جميع، يا 3 مع بعض ولا ما يروحون. ويجمع ربعه انت الشيخ دليم بن براك ويقسم الفريس 3 كتايب او 3 سرايا. قال: بيكم تحوفون ديرة الفلان، القبيلة اللي 3 منهم، ولا عليكم من الحلال ولا تاخذون شيء. أبيكم إذا شفتوا 3 خيالة مع بعض تمسكونهم، اغدنهم هم كل 3 تمسكونهم. وفعلا قامت تحامس هالسرايا الفريس ويتخبون ويدورون لين قضبوا 3. ويوم مسكوهم وعرفوهم انهم 3 اللي ذبحوا ضيف ابن دليم. وهو يقضبهم ابن دليم يفيه ضلع ما هو بعيد، ويوديهم فوق الضلع 3 ويبركهم على ركب ويطق روسهم 3 متقابلين، كل واحد طق راسه وخلى روسهم بينهم وخلاهم عشاء للطير. وقالوا الشعراء واجد، لكن من ضمن اللي قالوا جاسر ابن جعيش، يوم انه يقول: دليم يكظم بالخفاتق المضروس، شوق الهنوف اللي تخض بيديها. طبعا اللي ما يعرف يكظم، الكظم هو من صفات الأسد، أقوى فك بالأسود. دليم يكظم بالخفاتق المضروس، شوق الهنوف اللي تخض بيديها. ما شفت يوم الخيل والجيش دلقوس، صفراه باللقوات خطر عليها. كم واحد من ضربته طاح منكوس، وكم مهرة تلقى الذيابة عليها. وفي بعد ذكر الشاعر السرحاني، يقال انه السرحاني من اهل تيمة اللي بطراف حايل، يوم انه يقول الضيف له عند المعازيب قيمة، واللي جهل ينشد دليم بن براك. عليت يا راعي اليدين الكريمة، يا مكرم الضيفان من فعل يمناك. أوفيت حق الضيف قدر وحشيمة، وذبحت في سده 3 بيمناك. ويقول
الشاعر فالح الجردي. فالح الجردي له ولد انذبح عند واحد، والواحد هذا ما أخذ حق ولد الشاعر فالح الجردي، فقصد فيه الشاعر فالح يبيه يوم انه يقول الضيف ضيف دليم ما هو بضيفك، راعى البويضة يوم الارياق يباس، ليته حليف دليم ما هو حليفك، اللي قطع 3 روس بدل راس، ولا انت ما تخوف وكل يخيفك من الخوف والريبة شفاياك يباس، اليوم ترفات الصبايا تعيفك، معاد لك بين الملابيس مجلاس. والشيخ دليم يوم راح للرياض يبايع الملك عبد العزيز، يوم بايعه وخلص قالوا أكثر الشيوخ قالوا، واذكر ان اللي قال الفرم شيخ حرب قال ابشر بالحجاز وابشر بحايل طويل والله وانا اخو حسنه ان حالفك بن براك انك لتفتح الحجاز كله ولا يردك احد يا الامام. وطبعا توفى الفارس والشيخ دليمة بن براك سنة 1369 هجري، مات واكثر الناس اتوقع انه يوم يتوفى كان عمره 88 عام. الله يغفر له ويرحمه هو وأموات المسلمين كلهم بإذن الله في جنات النعيم. وسلامتكم يا الربع، والسالفة وجتكم فانجازت تجوزون لها، وانقصرت فقصورها مني، أنتم ما منكم قصور بيض